السلام عليكم. أهلا بكم معانا في حلقة جديدة من دورة تصميم مجسم الريف المصري. وإن شاء الله يا جماعة في حلقة النهاردة هنعمل حظيرة كده صغيرة وفيها خروف صغنن. استعملت فيه أدوات جديدة وأفكار جديدة كلها من تصميمي. إن شاء الله تعجبكم وتستفادوا منها كتير. إن شاء الله هنعمل الحظيرة دي يا جماعة في المكان اللي موجود تحت برج الحمام. ده مكان كده لقيته فاضي وكويس ومناسب لعمل الحظيرة. جبت الأول مفك أو ممكن نجيب مسمار أو أي آلة حادة ونبدأ نخرم في الأرض ونعمل ثقبين. وجبت هنا فروع خشب شجر، وبدأت إن أنا أقصهم بقطع متساوية وأركبهم في الأخرام ديت بشكل منتظم زي ما انتم شايفين في الفيديو. وبعد ما اتأكدت إن أحجامهم مناسبة بدأت إن أنا أجيب غيرة شفاف اللي هو بتاع الخشب وأبدأ ألزق بيهم القطع ديت في الأرض. وبعد ما خلصنا التلات جوانب من الحظيرة بنفس الشكل جبت خيط كتان وبدأت إن أنا أفكه من بعض كده بحيث إن هو يبقى رفيع، واستخدمت قطعة واحدة منه وبدأت ألفها على الخشب بتاع الشجر اللي احنا عملناه بحيث يبان كده كأنهم مربوطين في بعض زي الواقع بالظبط. طبعا ثبتهم بسوبر جلو. ولو حسينا كده ان في زيادات في الخيط نبدأ بولاعة كده ويدوبك كده بحرص ان احنا نشيل الزيادات ديت نولع فيها بحيث انها تتحرق كده. بعد كده بنجيب كحول وبنبدأ نرش بيه الأرض بتاعت الحظيرة. وجبت هنا غيرة خشب برضو اللي هو شفاف وخففته بمية وبدأت ان انا احطه في الجوانب حوالين الخشب وحوالين القوائم اللي كانت شايلة برج الحمام. وبدأت برضو ان انا احط عليها رمل ملون ونشارة خشب وحشائش من اللي انا كنت عاملها قبل كده في الفيديو اللي هو التاني بتاع زراعة الارض، علشان لو في اي اماكن ما كنتش مثلا معمولة قبل كده او يعني باين ان هي مش حلوة نبدأ ان احنا نحط عليها الرمل دوت بحيث يبان كأن الخشب مدفون في الارض وشكله واقعي. بعد ما خلصنا الحظيرة هنبدأ دلوقتي نعمل شكل الخروف. هنا انا استخدمت سلك كهرباء، لكن بعد ما قطعت السلك وفكته وشلت الكفر اللي عليه وجيت اشتغل بيه لقيته جامد معايا ويعني صعب في التعامل. فطبعا غيرت الفكرة وجبت سلك تاني اللي هو الخاص بتاع تغليف المذكرات. ده سلك خفيف ورفيع وكان في عندي منه قطع قديمة. بدأت ان انا اجيبها واشكل بيه الهيكل بتاع الخروف زي ما حضراتكم هتشوفوا في الفيديو ان شاء الله. على فكرة يا جماعة دي الطريقة اللي معظم الناس الفنانين الكبار بيشتغلوا بيها، بس هي طبعا بتفرق بقى من شخص لشخص حسب تمكنه في النحت وفي إنشاء المجسمات. وكده يبقى احنا خلصنا أول حاجة من الخروف هو إنشاء الهيكل، يعني زي الهيكل العظمي للخروف. بعدين بنجيب ورق فويل حراري ونبدأ إن احنا نقطعه قطع صغيرة ونلفه على الشكل بالكامل.
وبعد كده بنجيب التين الصلصال او التين اللي هو بتعمل بيه الفخار، ونبدأ ناخد قطعة مناسبة ونلفها على الشكل بالكامل، ونبدأ بقى نشكل شكل الخروف. يا ريت في المرحلة دي يا جماعة ان انتوا يبقى عندكم صورة او اي حاجة، يعني شكل للمجسم اللي بتعملوه، بحيث تبصوا على التفاصيل بتاعته تبدأوا تعملوا زيه. طبعا هو الموضوع في الاول بيبقى صعب شوية، بس مع الممارسة وانك تعمل اشكال كتير وتعمل مجسمات كتير بتلاقي الموضوع سهل ان شاء الله. وهنا عشان نعمل شكل العين جبت كده قلم، وبدأت ان انا اعمل فتحة، وجبت ده زي خرز او حاجات اكسسوارات، بدأت ان انا احطها في المكان دوت بحيث ان هي تاخد شكل العين يعني. تمام. طبعا كل الحاجات دي بعد كده في التلوين مش بتبان كأنها طبيعية بالظبط. بالنسبة يا جماعة لودن الخروف فدي بصراحة تعبتني جدا، لأنها كانت صغيرة وكانت رفيعة كده ويعني ايه صعب ان هي تتركب في مكانها. فبعد عدة محاولات شلتها، وفي الاخر عملت مكانها قطعة كرتون، وشلت الودن القديمة وركبت مكانها قطعة الكرتون اللي انا عملتها جديدة. بعد كده يا جماعة بنجيب قطن او الفايبر اللي هو بيتعمل في المخدات، وبنبدأ نجيب برضو غيرة او اي مادة لاصقة ندهن بيها الخروف بالكامل، طبعا ما عدا راس الخروف، ونبدأ ندهن الجزء بالكامل بالغيرة، ونبدأ بعد كده ان احنا نلزق عليها الفايبر بالكامل. وطبعا بنشوف لو في اماكن لسه ما فيش فيها غيرة نبدأ نعملها برضو ونلزق على الفايبر. بعد ما سيبنا الغيرة ينشف الفايبر بقى كويس ولازق كويس، هنا انا جبت سشوار حراري او هوت جان، ده بيطلع هوا سخن. تمام. وببدأ ان انا اعمله كده على الخروف من بره. في اللحظة ديت بيبدأ الفايبر دوت يسيح، لانه يعتبر ان هو فيه الياف زي البلاستيك كده، فيبدأ يسيح ويلزق في الخروف وشكله يتكتل ويبقى قريب قوي من الشكل الواقعي للخروف. ونبدأ نكرر العملية ديت طبقة أو اتنين أو تلاتة، نحط غيرها وبعدين نحط عليهم الفايبر ونسيبه ينشف، وبعد كده نبدأ نعمله بالسشوار. هنلاقي إن شكله بقى قريب جدا من الفرة بتاعت الخروف الحقيقية. بصراحة يا جماعة الفكرة بتاعت الفروة ديت هي من ابتكاري، حاولت إن أنا أعملها كده في الفيديو هنا وأنفذها، والحمد لله طلعت شكلها كويس وجميل. يا ريت يا جماعة اللي عجبوا الفكرة ديت أو حس إن هي كويسة ويجربها كده يقول لي في الكومنتات ايه رأيه فيها.
بعد ما خلصنا الخروف بالكامل وحسينا ان شكله بقى كويس، بنبدأ نجيب لون اكليريك، لون بيج فاتح كده او لون يعني ابيض مصفر شوية، ونبدأ ندهن بيه الفروع بالكامل من بره. طبعا يا جماعة في اشكال كتير والوان في الخرفان عامة يعني، منها الابيض وفي منها البني وفي منها البيج وفي منها اللي هو داخل بيج في بني، يعني في منها حاجات سبحان الله يعني بتبقى مشكلة، ومنها اشكال كتير. احنا بنحاول برضو ان احنا نشوف حاجة مثلا موجودة على النت، ونشوف صورة مثلا معمولة ونبدأ نعمل زيها او نعمل حاجة من دماغنا. بعد كده انا جبت هنا لون بني غامق شوية، وبدأت ان انا الون بيه الودان والراس. ولونت برضو بعض الاجزاء من جسم الخروف. بعد ما لونت اللون البني ونشف، حسيت ان هو لونه فاتح شوية، بدأت ان انا اجيب لون بني غامق واعيد تاني على نفس الاماكن اللي انا عملتها قبل كده، بحيث ان انا اغمق اللون شوية. وبالمناسبة يا جماعة حابب ان انا اقول لكم كل سنة وانتم طيبين. يعني عيد الاضحى ان شاء الله قرب، واحنا عملنا الخروف بتاع عيد الاضحى يعني بدري شوية، بس يعني اتمنى من ربنا ان يكون الفكرة دي عجبتكم، وتكون فكرة جديدة شوية وإن شاء الله يعني برضو ممكن الفكرة دي تخليكم بعد كده تعملوا حيوانات تانية أو أشكال أكبر بأشكال مختلفة، وإن شاء الله تستفادوا منها كتير. وبعد ما خلصنا شكل الخروف، بنبدأ إن احنا نحطه بقى في المكان بتاعه. وهنا برضو كده أنا عملت علبة صغيرة عبارة عن أكالة للأكل، عملتها بعصيان الاستيك أو الآيس كريم. طبعا يعني دي حضراتكم دي مش محتاجة شرح، يعني سهلة جدا. احنا اتعلمنا قبل كده ازاي نستخدم العصيان الاستيك لما عملنا العربية الكارو، فان شاء الله تقدروا تعملوها. وحطيت برضو فيها بعض الحشائش اللي انا عاملها قبل كده الصناعية، يعني كأنها كده زي الاكل. اتمنى منكم جميعا ان شاء الله ان تكونوا استفدتم من الفيديو وتعلمتوا فيه تكنيكات جديدة. ويا ريت يا جماعة يعني تعملوا لنا لايك وشير للفيديو عشان اكبر عدد يستفيد من الفيديو. وان شاء الله نشوفكم على خير في حلقة جديدة من دورة تصميم مجسم الريف المصري، ونتعلم ان شاء الله برضو مع بعض تصميم مجسمات كتير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.